السلام عليكم ومرحبا بكم كامل خوتي وخياتي وين ما كنتوا. اليوم جينا نهضروا على موضوع راهو شاغل آلاف المتقاعدين في الجزائر. موضوع خلى ناس كثيرة تسقسي وتبحث وتحب تعرف وش راهو صاري بالضبط. في الوقت اللي راه المتقاعد يستنى أخبار تفرحه وتخفف عليه شوية من ضغط الحياة والغلاء والمصاريف اليومية، خرج الصندوق الوطني للتقاعد بمبادرات واتفاقيات جديدة، ومن بينها اتفاقيات مرتبطة بتأمين السيارات وامتيازات قالوا باللي رايحة تكون في صالح المتقاعدين. بصح هنا السؤال اللي دار ضجة كبيرة في التعليقات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي: هل فعلا هذه هي الأولويات اللي يحتاجها المتقاعد الجزائري اليوم؟ وهل المتقاعد اللي راهو يعاني مع العلاج والدواء والفحوصات الطبية راح يلقى نفسه مستفيد من هذه الاتفاقيات؟ قبل ما نكملوا، نطلب منكم حاجة مهمة بزاف: اللي مازال ما اشتركش في قناة تقاعدي ديزاد يشترك ويفعل الجرس من الآن، لأنه القناة راهي صوت المتقاعد، ونحاول نوصلوا كامل الأخبار الجديدة والتفاصيل المهمة بكل مصداقية. اشتركوا في تقاعدي ديزاد وخلونا نوصلوا لأكبر عدد من المتقاعدين. شوفوا خوتي، كي نهضروا على اتفاقيات تأمين السيارات لازم نكونوا واقعيين. المتقاعد اليوم كامل ما عندوش سيارة، وكثير منهم أصلا ما يسوقوش. كاين اللي كبر في السن، كاين اللي عنده مشاكل صحية، وكاين اللي ظروفه المادية ما تسمحش أصلا يملك سيارة. هنا المتقاعد يقول: وش راح ندير بتخفيض في تأمين سيارة وأنا أصلا ما عنديش سيارة؟ وش راح يدير لي هذا الامتياز إذا أنا نحتاج دواء ولا تحليل طبي ولا سكانير؟ هذه هي الأسئلة اللي راهي تخرج يوميا من أفواه الناس. المتقاعد اليوم ما راهوش يبحث على أمور ثانوية، راه يبحث على أبسط الحقوق اللي تخليه يعيش بكرامة. المتقاعد اليوم يحوس على العلاج قبل أي شيء، يحوس على فحص طبي يكون في متناول الجميع، يحوس على دواء ما يرهقوش بالمصاريف، يحوس على تحاليل طبية بأسعار معقولة. تعرفوا باللي اليوم مجرد سكانار ولا إيرام ولا تحاليل خاصة تقدر تكلف مبالغ كبيرة بزاف؟ وكتير من كبار السن يحتاجوا هذه الأمور بشكل دائم. هنا الناس تقترح: علاش صندوق التقاعد ما يديرش اتفاقيات مع مخابر التحاليل؟ علاش ما يكونش تعاون مع العيادات الخاصة وأطباء القلب والسكري وضغط الدم؟ علاش ما تكونش تخفيضات حقيقية في الأمور الصحية اللي فعلا يحتاجها المتقاعد يوميا؟ لأنه بصراحة المتقاعد راهو يعيش مع المرض أكثر من أي فئة أخرى. ونزيدكم حاجة أخرى: كاين مطالب كبيرة ما زال المتقاعد ما تنازلش عليها، على رأسها التثمين السنوي وتحسين القدرة الشرائية ومراجعة بعض الضرائب والاقتطاعات، لأن الأسعار راهي طالعة كل يوم والقدرة الشرائية راهي تتراجع. المتقاعد كي يخلص معاش ضعيف ويحاول يقسمه بين الدواء والفواتير والمصاريف اليومية يلقى روحه محاصر. وهنا نقولكم مرة أخرى: اللي مازال ما اشتركش في قناة تقاعدي دازاد يشترك الآن ويفعل الجرس، لأننا نحاول نوصل أصوات المتقاعدين ونجيب كل جديد يخص هذا الملف. اشتركوا في تقاعدي دازاد باش نبقوا كامل يد واحدة وصوت واحد. اليوم الرسالة اللي راهي خارجة من الشارع ومن التعليقات واضحة بزاف. المتقاعد ما راهوش يطلب المستحيل. المتقاعد ما طلبش القصور ولا الرفاهية، يطلب فقط يعيش بكرامة بعد سنوات طويلة من خدمة والتعب. يطلب اهتمام حقيقي، قرارات تمس حياته اليومية وتخفف عليه شوية من معاناة السنوات الأخيرة. وكاين أمل كبير عند الكثير من المتقاعدين باللي الأيام الجاية ممكن تحمل أخبار جديدة، خاصة وأن الملف ولا من أكثر الملفات اللي تشغل الرأي العام في الجزائر. كاين أيضا مطالب بزيادة استثنائية لأصحاب المعاشات الضعيفة، وكاين اللي يطالبوا بإعادة دراسة ملفات الأثر الرجعي وتحسين الرعاية الصحية. والناس اليوم راهي تقول كلمة واحدة: بعد عمر كامل في الخدمة جاء الوقت باش نحسوا بالاهتمام الحقيقي. قبل ما نختاتموا، ما تنسوش دعمكم مهم بزاف. اشتركوا في قناة تقاعدي ديزاد وفعلوا الجرس. اليوم الرسالة اللي راهي خارجة من الشارع ومن التعليقات واضحة بزاف. المتقاعد ما راهوش يطلب المستحيل. المتقاعد ما طلبش القصور ولا الرفاهية، يطلب فقط يعيش بكرامة بعد سنوات طويلة من خدمة والتعب. يطلب اهتمام حقيقي، قرارات تمس حياته اليومية وتخفف عليه شوية من معاناة السنوات الأخيرة. وكاين أمل كبير عند الكثير من المتقاعدين باللي الأيام الجاية ممكن تحمل أخبار جديدة، خاصة وأن الملف ولا من أكثر الملفات اللي تشغل الرأي العام في الجزائر. كاين أيضا مطالب بزيادة استثنائية لأصحاب المعاشات الضعيفة،
وكاين اللي يطالبوا بإعادة دراسة ملفات الأثر الرجعي وتحسين الرعاية الصحية. والناس اليوم راهي تقول كلمة واحدة: بعد عمر كامل في الخدمة جاء الوقت باش نحسوا بالاهتمام الحقيقي. اشتركوا في قناة تقاعدي ديزاد وفعلوا الجرس، لأن القادم راح يكون فيه ملفات جديدة ومتابعات مستمرة لكل ما يخص المتقاعدين والزيادات والقرارات الرسمية. خليونا آراءكم في التعليقات. وش هي أكثر حاجة يحتاجها المتقاعد اليوم؟ العلاج؟ الزيادات؟ ولا مراجعة شاملة للامتيازات؟ نشكركم كامل على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.